السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ قبل ما تتفرجي على الفيديو او اي حاجة، بالله عليكي اضغطي لايك واشتراك على القناة وفعلي الجرس، وما تنسيش اللايك، ويا ريت تسيبيلي كومنت حلو كده. انا جايلكم النهاردة بفيديو، يعني في ناس كتير قوي بتحتار وبتبعتولي على الواتس وبتبقوا محتارين. يعني الفيديو ده بعد منه ان شاء الله هتقدري تميزي ما بين شكل الكيس كويس قوي والعلامات اللي بتأكد لك حمل الولد، وتفهمي كل حاجة. اول حاجة يا بنات، انا جاي اوضح لكم نقطة مهمة جدا. شايفاكي اللي لسه ما اشتركتش في القناة ولا عملتي لايك على الفيديو. انا استحق انك انت تعملي لايك على الفيديو والله، عشان غيرك يشوف الفيديو ويستفاد منه. إيه، انتوا هتلاحظوا في الفيديوهات كذا شكل. يعني في شكل طولي، وفي شكل بالعرض كده هلالي، وفي شكل بيضاوي. يعني الشكل ده هو نفس الجنين واحد على فكرة، هو حمل واحد، بس السونار مختلف بين دكتور لدكتور. ازاي؟ هقولك. يعني مش دكتور معين، يعني الحمل ده كان حمل ولد، والمتابعة اللي كانت بتتابع راحت لكذا دكتور وبعتت لي السونارات دي. تمام. راحت لطبيب الاول، لقينا الشكل هلالي. تمام. قلت لها وبأمر الله ولد. فكان حصل ظروف للطبيب ده وسافر، فراحت لدكتور تاني، كانت تعبت، فهو بيكشف. كل ده على فكرة كان في اسبوعين، فرق اسبوعين ما بين فيديو وفيديو. فراحت لطبيب تاني، لقت الشكل زي ما انتوا شايفين كده، زي شقة البطيخ كده، وطولي برضو كده. تمام. هقول لكم ايه السبب هنا وايه السبب هنا. وراحت لدكتور تاني اهو، شايفين ده دكتور تالت جاب الشكل ده. يعني هي شافتها قالت ايه هو ده؟ ايه ده بقى؟ دائري. ده دائري. اللي يشوفه يقول ده دائري، ده بنت على طول. اللي يشوف السونار ده يقول ده بنت على طول، بس هو ما كانش بنت، هو كان ولد. نفس السونار للفيديو اللي فات هو نفس السونار للفيديو ده، هو نفس السونار للفيديو، ولكن الطبيب مختلف. الله، احنا مش فاهمين حاجة. انت عايزة تقولي ايه بالظبط؟ وعايزة توضحي ايه بالظبط؟ انا عايزة اقولك يا حبيبة قلبي ان السونار، الدكتور ذات نفسه بيختلف، جهاز السونار عنده بيختلف. تمام. هنركز تاني في الفيديوهات هترجع تتكرر تاني، وهنركز في الفيديوهات. شوفوا الفيديو ده كده، الجنين السونار جاي الكيس كله، كيس الحمل كله جاي ناحية ايه؟ اليمين. والسونار الحمل جاي هلالي. تمام. سونار الحمل جاي هلالي واقف بالطول كده، زي حبة الفاصوليا بالطول. هو جهاز الدكتور ذات نفسه اللي بيبين الشكل واضح. اوقات في جهاز ما يبينش الشكل، الجنين واضح اصلا، وهو يبقى الجنين ولد ويبينه دائري، زي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. شوفوا برضو، هو ده نفس الجنين اهو، وجهاز السونار جايبه ازاي؟ اللي كان جايبه بالطول، وفي ناحية اليمين جايبه هنا ناحية الشمال، وجايبه هو نفس الحمل، والله العظيم نفس الحمل. شوف ده بقى اللي ايه؟ جايبه برضو ناحية اليمين، والكيس بيضاوي بس معوجي كده. لو تشوفوا فيديوهاتي القديمة اللي كنت بقول لكم فيها، هو الكيس البنت بيكون مدور صريح. شايفين الدكتور بيروح ويجي هو بجهاز الاشعه السونار، فلما بيروح ويجي الكيس بيفتح وبيقفل وبيفتح وبيقفل وبيفتح وبيقفل، فبيعمل دايره ويعمل طولي، وبيعمل شكل دايره ويعمل شكل طولي. فيا جماعه احيانا السونار الدكتور ذات نفسه، الجهاز ذات نفسه هو اللي بيكون فيصل في الموضوع.
يعني ركزي مع الجهاز الدكتور اول ما يفتح السونار، حتى الاشعه على بطنك، اول ما يبدا بقى يحط الجهاز على بطنك، بصي على الفيديو، بصي قدامك، شوفي في الكاميرا اول ما يحط الجهاز ايه اللي هيجي. اول ما يحط قبل ما يحرك الجهاز، قبل ما يحرك السونار رايح جاي ورايح جاي، ايه اللي هيجي في وشك؟ هل هو شكل من الاشكال دي؟ هل هو شكل من الاشكال دي؟ تمام، يبقى ده الولد. الفيديو ده مجمع كل سونارات الولد، هو حمل واحد زي ما قلت لكم، مجمع اجهزة متعددة للدكاترة لحمل الولد. تمام، انت ركزي، لو لقيتيه برضو بيضاوي زي ما قلتلك وهيدا عليكي تاني، بس زي ما انت شايفاه كده الشكل البيضاوي ده اللي هو بيضاوي كده، يعني يعني ايه، مربع كده زي ما انتوا شايفينه، معوج، مش جاي مدور سرح اهو، شايفين اهو بيضاوي، ملناش دعوه بالاتجاه اهوت يا بنات، احنا ملناش دعوه بالاتجاه، سواء في الشمال سواء في اليمين. شوفي الكيس مش باين، بس ركزي ركزي، هتلاقي مكان ما انا مشاورالك كده في حاجه عامله زي الهلال كده بالطول. تمام، الجهاز بيختلف من طبيب لطبيب، بيختلف يا بنات من طبيب لطبيب. هو ايه الفيديو ممكن ما يبقاش واضح. تمام، الفيديو اتعدل هنا اهو، شايفين اهوت الشكل اهوت، يعني هو الفيديو متكرر عليكم كذا مره. ملناش دعوه الكيس في الشمال في اليمين، فوق في سقف البطن، تحت في سقف البطن، ده كله بيبقى تغيرات من الجهاز السونار من عند الدكتور. في سقف البطن، تحت البطن، شمال، في اليمين، في النص، ملناش دعوة. المهم ركزيلي على شكل الكيس اول الجهاز ما يتحط على بطنك، ركزيلي على شكل الكيس بالظبط شكله ايه. يعني لما تيجي جايبالي فيديو، ارجو منكم يعني تجيبيلي فيديو اول الدكتور ما يحط، خلاص حطلك المادة اللي بيحطها على البطن دي، المادة اللزجة اللي بتبقى قبل الكشف السونار، خلاص الفيديو يكون شغال معاكي قبل الدكتور ما يفتح الجهاز، تكوني مش ماسكه الفون وبتصوري الفيديو. تمام، انتي بكده بتسهلي عليكي وبتسهلي على اللي معاكي. تمام، انتوا كده مش هتحتاجوا اي حد لا يقول لكم لا ولد ولا بنت ولا الحمل ايه ولا ايه بالظبط. تمام، انتوا هتقدروا تحددوا من خلال السونار ده، ومن خلال كذا جهاز انا جبته لكم اهوت. يبقى انا كده عملت اللي عليا وزياده. شايفين هنا الجهاز بيتغير ازاي، فبيتغير شكل الكيس معاه، لكن هو شكل الكيس ثابت بيضاوي بيضاوي، والجنين اهوت طويل فيه، يعني احنا بنركز على الجنين وبنركز على شكل الجنين، وكمان اتجاه المشيمة يا بنات. في حاجات كتير قوي بنبص عليها في السونار قبل ما بنقول بنت او بنقول ولد، بنبص عليها في السونار. تمام، فيعني مش شكل الكيس بس، فانا بقول لكم اهوت ان بيكون المشكلة في الجهاز اللي عند الدكتور. الجهاز اوقات بيكون مظبوط معاكي واوقات لا. وهتكلم برضو للبنات اللي هي اصلا حملها ترجيع، يعني في اعراض حمل البنات بيبقى ترجيع، واعراض حمل الولاد لا، في بنات اصلا بترجع، بنات وولاد بيرجعوا. هعمل لكم فيديو باذن الله توضيحي هيوضح لكم برضو الاعراض هي ايه. تمام، انا عايزاكم تركزوا. تمام، وبصوا في الفيديوهات تاني، واستعينوا بالله، وما توقفوش دعاء ابدا، وخلوا يقينكم بربنا كبير جدا، وربنا باذن الله هيديلك اللي انت بتتمنيه. انت اطلبي من ربنا وربنا ان شاء الله يديكي.